السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم يا باشمهندسين طلاب دفعة 2027 في معادلة كلية هندسة ومعادلة كلية حاسبات. أنا مستر مصطفى مؤنس، وإن شاء الله النهاردة ده الفيديو التأسيسي الأول لحضرتك في منهج الماس 1 أو الألجبرا والسوليد جيومتري. طيب في البداية خالص كده أنا عايز أكلمك عن المنهج بتاعنا بشكل بسيط جدا. إحنا منهجنا عبارة عن فرعين أساسيين. الفرع الأولاني الجبرا، وهو عبارة عن موضوعين اتنين: موضوع باينوميال ثيرم والقصة بتاعته، وموضوع الكومبلكس نمبرز أو الأعداد المركبة. ثم الموضوع الثاني او القصه الثانيه اللي هي ليها علاقه بالسوليد جيومتري، ودي حضرتك اول مره تسمع عنها، فدي التاسيس بتاعها هيكون في قلب الحصه نفسه. يعني انا لما ابدا مع حضرتك شرح السوليد جيومتري، ففي اول كل حصه هقول لك المعلومات اللي انا عايزك تعرفها عن السوليد جيومتري. لكن في الالجبرا الموضوع مختلف. مع تعريف الالجبرا او الجبر نفسه، الجبر يا شباب مواضيع عباره عن تولز، ادوات، مواضيع مستقله. فالمواضيع ديت اللي هي المواضيع المستقله في المنهج ديت، عشان حضرتك تقدر تتمكن منها بشكل كويس، فانت لازم يكون عندك اساس قوي للدرس. بمعنى حضرتك النهارده اول درس اسمه باينوميال ثيرم، نظريه ذات الحدين. الدرس بتاع باينوميال ثيرم او نظريه ذات الحدين ده يا باشمهندس، علشان حضرتك تقدر تتمكن منه، ففي بعض العمليات الحسابيه او الماثيماتيكال اوبريشن اللي احنا بنعدي بيها. زي لو انا عندي عددين جاي اعمل لهم مالتبلاينج، فبنعمل ادنج للباورز، الحاجات اللي هي القديمه دي. او لو بعمل ديفيجن فبعمل سبتراكشن للباور، وهكذا. طيب عشان نسهل علينا الموضوع، عملت لك تأسيس عبارة عن حصتين. ان شاء الله النهارده هينزل لك الحصة الأولى، وبعد كده هينزل لك الحصة الثانية مع أول شهر ان شاء الله في المنهج. طيب الحصتين دول الغرض منهم، لو انا عندي مشاكل في اي حاجة أساسية في الألجبرا انا هتممها، انا هبقى تمام فيها. يعني انا مش عايز اخش مع حضرتك المنهج وحضرتك عندك مشاكل من اي نوع في الالجبرا، لا، انا عايزك تبقى واقف على ارض صلبه واطمن كده. لو الاساس قوي ان شاء الله تعالى باذن الله كمان المنهج هيبقى قوي. امتحاننا 50 سؤال، ال 50 سؤال باذن الله تعالى كلهم هتقدر ان شاء الله ان انت تبقى قادر تحلهم في الاخر. بس عايزك كده معايا واحده واحده، اي مشكله اي حاجه في الفيديو مش واضحه اسالني فيها، ابعت لي على التليجرام. مش عايزك من نوع الناس اللي بتتفرج وتنسى، تتفرج وترمي الفيديو، لا، الفيديو بيتذاكر في نفس اللحظه اللي انت بتفتحه فيها. يعني انا النهارده عندي ماس، فانا بذاكر مع المدرس اللي بيشرح لي. يعني انا عندي فيزيكس، فانا بذاكر مع الاستاذ بتاعي في نفس الفيديو. مش هقفل الفيديو واروح ادور على حاجه تانية واروح ارجع تاني اذاكر، لا، انا مش عايز كده. عايزك تذاكر في نفس اللحظه اللي انت بتتفرج فيها على الفيديو. طيب نبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اول موضوع في حصتنا النهارده بيتكلم عن الجروبس او المجموعات. طيب ببساطه شديده، لو جيت قلت لك انا عندي جروب، يعني عندي سيت اوف اليمنتس، مجموعه من العناصر. عناصر دي ممكن تبقى ارقام، ممكن تبقى رموز. يعني عندي شويه اكس وواي وزد وال وام، دول عناصر، دول اليمنتس. عندي 1 و2 ونيجاتيف 1 و4، دول اليمنتس. طيب يبقى الديفينيشن بتاعها هي سيت اوف كوليكشن. كوليكشن يعني مجموعه، او سبيسيفيك اليمنتس، عناصر which can be ايه؟ numbers, people, objects، اي حاجه. طب لما نيجي نبص على المجموعه اللي فيها اكس دي، المجموعه اكس فيها 5 و4 و6 و7 و8. طيب تعال نبص على المجموعه الثانيه اللي هي اكس كابيتال، او تعال نسميها واي. المجموعه واي فيها 1 و2 و3 و4 و5، يبقى كل مجموعه فيها elements. طيب ترميز المجموعه بتترمز لها ازاي؟ باجي اقول لك في الاول في براكتس اسمها براكتس الجروب، هي دي يا شباب، دي براكتس المجموعه. طيب في براكتس ثانيه اسمها براكتس الانترفال، الفترات. ركز في الحاجات دي عشان مهمه في منهجنا. دي براكتس الانترفال، سواء البراكتس كانت كلوزد كده او اوبن كده او كلوزد اوبن كده. بحط هنا البدايه والنهايه، البدايه والنهايه والبدايه والنهايه. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ هقوله لك كله ان شاء الله لما نيجي لحته الانترفالز دلوقتي. طيب وعندي براكتس ثانيه ليها علاقه ببراكتس الايه؟ براكتس البوينتس، النقط A و B، دول كده اسمهم بوينت، او A و B دي كده اسمها بوينت، نقطة. احداثي الاكس فيها A واحداثي الواي فيها B. باشمهندس اذا كان عندك الاكس عبارة عن 4 و5 و6 و7 و8، والواي 1 و2 و3 و4 و5، اتفقنا مع بعض طالما معمولين في براكتس الجروب يبقى دول جروبس. طيب دول مجموعتين، عايز ايه؟ رقم واحد قال لك انا عايز اكس انترسكشن واي، اكس تقاطع واي. اكس تقاطع واي يعني ايه؟ يعني اللي موجود جوه اكس واللي موجود جوه واي. الانترسكشن يعني احوله لكلمه اند، كلمه انترسكشن حولها لي لكلمه اند، يبقى اللي موجود في اكس اند واي. فتيجي تبص على اللي موجود في اكس اند واي المشترك، هتلاقي المشترك هم 4 و5. يبقى هندسه كده
انا ممكن اعمل جروب للانترسكشن ده واحط جوه 4 و5. باشمهندس الحته دي سهله قوي، احنا خدناها زمان. معلش النهارده بفكرك بكل السهل. بقول لك ايه، انا مش عايزك واخد ماس في حياتك. انا النهارده جاي بفك الطلاسم بتاعت ان الماس صعب. لا، احنا مش عايزين نشوف الماس صعب خلاص، اي حاجه بعد كده هتبقى سهله باذن الله. كل موضوع في المنهج انا جايب لك اصعب حاجه فيه ومبسطها لك وملخصها لك عشان يبقى الموضوع سهل، فما تطمن كده من الحته دي. طيب اكس يونيون واي، اكس اتحاد واي معناها ايه؟ يونيون حولها لي لكلمه اور، ده او ده اللي موجود في اكس او موجود في واي بشرط ما يتكررش جوه الجروب. يعني 1 و2 و3 و4 و5 دي الواي، والاكس فيها ايه؟ 4 و5 و6 و7 و8. لا مش هحط ال4 و5 مرتين، هحط العناصر كلها بدون ريبيتيشن، بدون تكرار. 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8. دي كده هندسه اسمها اكس يونيون واي. طب اكس ديفرنس واي يعني ايه؟ اكس طرح واي او اكس ديفرنس واي يعني اللي موجود في اكس ومش موجود في واي. مين هنا موجود في اكس ومش موجود في واي؟ هاجي ابص كده هلاقي ان ال6 وال7 و8 دول هم اللي موجودين في اكس ومش موجودين في ايه؟ في الواي. انا مش عايز اللي في الواي خالص، فالاربعه والخمسه دي مش هاخدها، اللي جوه الاكس دي مش هاخدها. فتبقى هنا الأربعة موجودة في الواي، لا مش هاخدها. الخمسة مش هاخدها. 6 و7 و8 هاخدها جوه المجموعة بتاعتي. طيب أخيرا بقى لو جيت قلت لك واي ديفرنس اكس، العكس اللي موجود في واي ومش موجود في اكس. طيب نيجي نبص كده، الواحد موجود في واي بس مش في اكس، ينزل هنا. الاثنين تنزل، الثلاثة تنزل، 4 و5 دول موجودين، لا مش هناخدهم. هنبقى المجموعة بتاعتي يبقى 1 و2 و3. طب باشمهندس ممكن وانا رايح اجيب جروب ما الاقيش حاجه موجوده هنا ومش موجوده هنا؟ ممكن. ساعتها هيبقى الجروب اسمه فاي، مفيش عندي عناصر، فيبقى الجروب هو المجموعه الخاليه اللي هي ايه؟ فاي او لا يوجد عناصر. طيب بعد كده نخش على التعريف الثاني في منهجنا وهو تعريف الانترفلز. بص، عندك ان شاء الله في السنه دي في ثالثه ثانوي في دراستك في الماث في المدرسه هتاخد حاجه اسمها انترفلز بشكل كبير جدا. انترفلز الحاجه اسمها كونفكستي، انترفلز الحاجه اسمها انكريز ديكريز، حاجات زي كده. طيب عشان يبقى الموضوع كويس بالنسبه لك في المنهج اتاكد كده ان انت فاهم الاول يعني ايه انترفل. طيب يعني ايه انترفل؟ جيت انا قلت لك من شويه انا عندي الانترفل ليها ترميز معين كده، انترفل فروم A to B. ده معناه ايه؟ ده معناه العناصر اللي موجوده من A الى B بحيث الاكس او العناصر دي greater than or equal A less than or equal B. يعني ايه؟ يعني جيت قلت لك انا عندي مجموعه من 0 إلى 3، ده معناه ايه؟ معناه كل العناصر اللي موجوده في الفتره من 0 إلى 3. الصفر معاك الواحد الاثنين الثلاثه 3 ونص لا. طب هو لازم 0 1 2 3؟ مش ممكن 1 وربع، مش ممكن 2 و6 من 10، كل ده تمام. لكن العناصر بتبقى المجموعه او الانترفال بتتحدد بالبدايه والنهايه. يعني ايه؟ يعني لو البدايه والنهايه ديت مقفوله بالمنظر ده، يبقى وانا جاي اجيب الفتره او المجموعه دي بدايتها الصفر وماشيه لحد 3. يعني لو عملتها نمبر لاين اهو، ادي الزيرو، ادي الواحد، ادي الاثنين، ادي الثلاثه، ادي النيجاتيف 1. جيت قلت لك انا عايزك تقول لي المجموعه او الفتره من 0 إلى 3 الانترفال دي بتبدا من الصفر تنتهي عند الثلاثه. الصفر كلوزد والثلاثه كلوزد لان هم دلوقتي مقفولين فمعايا في الانترفال، يبقى كل اللي ما بين الصفر والثلاثه ده معاك. ماشي. طب معلش، يعني ايه unlimited interval؟ فتره بتبدا بالنيجاتيف انفينيتي او بتنتهي بالانفينيتي، اسمها unlimited ملهاش نهايه. فيبقى لو الفتره بتاعتي من نيجاتيف انفينيتي ل 3 دي unlimited interval، من 4 to infinity دي unlimited interval، وفي عندي limited interval. بس نتفق الاول اتفاق، كلنا عارفين او المفروض نكون عارفين ان الانليميتد او الانفينيتي عامه، الانفينيتي انا ما اعرفش هي بكام، فهي رقم كبير جدا جدا بس مش معروف. عشان كده لما بنيجي نكتب الانفينيتي ما بنقولش عندها كلوزد خالص. فلو انا عندي فتره من 5 لانفينيتي قلت لك الخمسه كلوزد، غصب عنك كده كده الانفينيتي ما تنفعش تبقى كلوزد، ماشي، تبقى اوبن على طول. نفس الكلام في النيجاتيف انفينيتي، هتبقى برضو النيجاتيف انفينيتي اوبن على طول. طيب كويس. بعدين يا باشمهندس عندي حاجه اسمها limited intervals. limited interval يعني فترات محدده. يعني ايه فترات محدده؟
قد تكون الفتره المحدده يعني ما فيهاش انفينيتي ونيجاتيف انفينيتي، يعني من رقم الى رقم. قد تكون اوبن انترفال، اوبن ليميتد انترفال، فتره مفتوحه. مفتوحه يعني الاثنين، لو قلت لك من 2 الى 7 كده، فتره كده من 2 ل 7 مفتوحه، ده معناه ان الاثنين مش معاك والسبعه مش معاك، لكن اللي جوه معاك. الاثنين ونص، الستة وربع، الخمسة، كل ده موجود معاك. لكن البدايه والنهايه نفسها لا، مش معاك. الاثنين دول مش معاك. طب كلوزد انترفال، كلوزد انترفال يعني ايه؟ يعني فتره مغلقه، البدايه والنهايه معاك. اهو بقول هنا اكس جريتر ذان اور ايكوال 2، ال2 معايا، وال7 ليز الاكس ليز ذان اور ايكوال ال7 برضه معايا. طيب دي حته سهله دي. طب دي معناها ايه؟ اللي نصها اوبن ونصها كلوزد بنسميها احنا اوبن كلوزد انترفال. اوبن ايه؟ كلوزد ايه؟ انترفال. طب من 2 الى 7 الاثنين دي كلوزد يا شباب، دي مش ما تنفعش تبقى قوس كده جروب، ده قوس انترفال. طب اللي مقفول ومفتوح، مقفول مفتوح بنسميها كلوزد اوبن انترفال، يعني فتره مغلقه ثم مفتوحه. طب يلا اتدرب معايا. فتره زي دي من 3 الى ما لا نهايه، ليميتد ولا ان ليميتد انترفال؟ ها بسرعه، ان ليميتد انترفال، تمام. طب فتره زي دي من نيجاتيف 3 تو 5، اوبن ولا كلوزد؟ ها كلوزد، يلا تمام. طب فتره زي دي من 5 تو 7، من 5 تو 7، فتره كلوزد اوبن ايه؟ انترفال. طيب عندي بعد كده حته الاوبريشنز بقى او العمليات على الانترفالز. سيادتك جيت قلت لك دلوقتي انا عايزك تجيب لي الانترسكشن اكس انترسكشن ايه؟ الواي. طب هو الاكس فين؟ من 3 ل 7. الواي فين؟ من 4 ل 6. مش هتقدر تتخيلها من غير ما ترسم. في العمليات على الانترفالز لازم ترسم. فهنيجي هنا يا باشمهندس ونرسم كده النمبر لاين بتاعنا. طيب وبعدين هنحط عندنا العناصر 1 2 3 4 5 6، 0 -1 -2. نكتب الايه؟ الارقام بتاعتنا كده. طب الاكس من 3 الى 7، هاجي عشان امثل الاكس ديت من 3 الى 7، يبقى هنا كمان في 7. هنطلع كده عند ال3 وكده عند ال7. الاكس كلوزد انترفال يبقى فتره مغلقه، فاللي هنا البدايه بتاعتي كلوزد، النهايه بتاعتي كلوزد، هنوصل ما بينهم ويبقى هي دي الاكس بتاعتي. طيب متشكر كده. الواي من 4 الى 6، من 4 الى 6 هطلع كده من الاربعه هنا ومن السته هنا واقفلهم، طبعا دول برضو كلوزد، واظلل بينهم، يبقى هي دي الواي اللي بالاحمر. عايز اكس انترسكشن واي، يعني اللي موجود في اكس اند واي، اللي موجود في اكس اند واي، المشترك ما بين الاثنين. لو جيت خدت بالك الفتره من 4 ل 6 دي موجوده اصلا جوه الفتره من 3 ل 7، يعني مشتركه في الفتره الكبيره. يبقى طالما عندي مجموعه، جزء من مجموعه، مجموعه صغيره جزء من مجموعه كبيره، يبقى الانترسكشن بيدي الصغير. خدها قاعده على طول. لو عندي جروب او عندي انترفال داخل انترفال او جروب داخل جروب، الانترسكشن دايما يدي الصغير، لكن اليونيون دايما يدي الكبير. يبقى ساعتها الاكس انترسكشن واي تبقى الواي اللي هي عباره عن الانترفال من 4 الى 6. طيب اكس يونيون واي، قلت لك بقى اليونيون يدي الكبير، انا عايز الاتحاد، يبقى انا عايز اللي موجود في الواي والاكس، اللي موجود في الواي والاكس مع بعض، الاكس كلها. يبقى الانترفال الكبيره اللي هي اكس، اللي هي من 3 الى ايه؟ الى 7. طب اكس انترسكشن الزد، فين الزد؟ الزد من 3 ل 5. طيب ادي الزد من ال3 لحد ايه؟ لحد ال5 اهي. دي كده بالنسبه لي عباره عن الزد. طيب عايز ايه هو؟ عايز الانترسكشن، يعني عايز اللي موجود في اكس وموجود في زد. طب معلش، هي الاكس من فين لفين؟ من 3 ل 7، والزد من فين لفين؟ من 3 ل 5. ها في مجموعه جوه مجموعه، اللي بالاسود ده جوه اللي بالازرق، الزد جوه الاكس، يبقى الانترسكشن يدي الصغير واليونيون يدي الكبير. الفتره من 3 ل 5 داخل الفتره من 3 ل 7، يبقى الانترسكشن ده يدي زد اللي هي الفتره عباره عن ايه؟ من 3 الى 5. طب يلا حل لي انت دي، حلها لي. هقول لك ايه هنا؟ اف اكس عباره عن انترفال من 1 ل 10، و واي عباره عن انترفال من 6 ل 8. جيت قلت لك رقم 1 هات لي اكس انترسكشن واي، رقم 2 هات لي اكس يونيون واي. اكس انترسكشن واي التقاطع يدي الصغير، الصغير
الاكس من 1 ل 10، الواي من 6 ل 8، دي كلها جوه دي من 6 ل 8 جوه من 1 ل 10، يبقى الصغيره هي الواي، يبقى الانترسكشن تدي واي. طيب اليونيون اكس يونيون الواي يدي الكبير، يبقى نكتب هنا الاكس ايه نفسها، دي الانترفالز اوبريشنز. طيب تعالى بقى بعد كده نرجع بالزمن لايام ابتدائي، ارجع لي كده ايام ابتدائي، ايام ما كنت حضرتك لسه بتدرس النمبرز الارقام. عايزين نعرف الفرق ما بين السيت اوف نمبرز، المجاميع بتاعت الاعداد. طيب اول مجموعه اعداد عندي هنبدا بيها هي الكاونتنج نمبرز، اعداد العد ايه اللي هي الاعداد بتاعت العد، الناتشورال نمبر، الاعداد الطبيعيه. طيب زمان لما كان الناس بتيجي تعد كنا بنيجي نعد نقول تفاحيه زائد تفاحيه، برتقانتين زائد 3 برتقانات، ما كانش فيه اللخبطه بتاعت الاعداد الكبيره دي، فكنا بنعد اعداد العد ديت اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6، ما كانش لسه الزيرو موجود، سميناها احنا الكاونتنج نمبر، ثم حطينا عليهم حاجه اسمها الهول نمبرز، المجموعه بعد كده ضفنا لها صفر سميناها هول نمبرز. طيب في بعد كده طبعا الاود نمبرز، الاعداد الفرديه والاعداد الايه الزوجيه، والاعداد البرايم اللي هي الاعداد الاوليه، الاعداد الاوليه او البرايم اللي ما تقبلش القسمه الا على نفسها وعلى الواحد، زي السبعه مثلا ما يقبلش القسمه غير على الواحد وعلى السبعه، مفيش رقم تاني يقسمه ويبقى رقم صحيح او الناتج يبقى رقم صحيح. طيب الحاجات دي حاجات بسيطه. عندي بوزيتيف ونيجاتيف نمبرز، كده كده انت عارف اهم مجموعه عندي اللي بنبدا بيها شغلنا هي الزد اللي هي الانتجرز نمبر، يبقى الزد هي اكبر مجموعه في المجاميع دي كلها، عباره عن صفر وبوزيتيف انتجرز ونيجاتيف انتجرز، اعداد موجبه اعداد سالبه والصفر معايا. طيب ايه اللي بيفرق الزد عن اللي بعد كده؟ الزد ما فيهاش فراكشنز، ما فيهاش كسور، يعني ما عنديش 3 على 5، ما عنديش 6 على 7. فمثلا لو جيت قلت لك في منهجي السنه دي انا عندي ايكويشن عباره عن 2x minus 5 equal 7 مثلا، وجيت قلت لك حلها لي، تقول لي جميله دي، يبقى هودي ال5 الناحيه الثانيه، هقول لك هعلمك برضو ان شاء الله في التاسيس بنحل الايكويشن ازاي. 2x equal 7 plus 5 اللي هي 12، يبقى طالما 2x equal 12 هقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، then x equals 12 over 2 ب 6. الله جميله اهي، خلصت، اقول لك تمام مفيش مشكله. طب انا لو جيت قلت لك حل لي نفس الايكويشن دي هي بس بص هغير ايه، كل اللي هقوله لك هنا بدل ما هقول لك دي 7 هقول لك دي 8، وسولف، ببص الكلمه دي بقى سولف ان زد، حلها لي في الاعداد الانتجرز الاعداد الصحيحه. طب هودي ال8 الخمسه الناحيه الثانيه، يبقى 2x equal 8 plus 5 equals 13. طيب ما فيهاش مشاكل، ثم هقسم على الاثنين يبقى الاكس هتساوي 13 over 2 تديني 6.5. هل ال6.5 ديت عدد يقبل يخش جوه مجموعه الزد؟ الزد ما فيهاش فراكشنز، ما فيهاش كسور، اذا يبقى انا هنا ما عنديش حاجه جوه ايه؟ ما عنديش حل جوه الزد، يبقى هقول له ان السوليوشن ست مجموعه الحل تساوي فاي، المجموعه الخاليه ما فيش عندي حلول، عشان كده بعلمك مجاميع الاعداد. الاكبر من الانتجرز حاجه اسمها ايه؟ الراشونال نمبرز، تعال نبدا بيهم. الكيو، الكيو يعني ايه؟ الزد نفسها بس هنضيف لها الفراكشنز الكسور، يبقى انا لو عندي 5 على 8 موجود في الكيو، موجود في الراشونال نمبرز. طب 2 انتجر موجود في الكيو برضه، يعني الكيو اكبر من الزد، الزد جزء من الكيو. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها الراشونال نمبر، اعداد غير نسبيه زي الباي، ما اقدرش اكتبها على شكل كسر، دي موجوده في حاجه اسمها الكيو داش او المجموعه الاعداد الirrational الغير نسبيه. طب اللي بيجمع بقى الاعداد الراشونال والirrational والنيجاتيف والبوزيتيف وكل حاجه في المجموعه الكبيره دي، وهي مجموعه الايه؟ الريال نمبرز. الريال نمبرز كل الاعداد اللي في الدنيا موجبه سالبه كسر بوزيتيف نيجاتيف راشونال فراكشن، اي حاجه تتكتب جوه الار، بس الار ما تقبلش بالاعداد اللي اسمها ايماجينري، الاعداد التخيليه. ده بقى ان شاء الله موضوعنا احنا السنه دي، هنبدا بقى نخش في الاعداد الايماجينري نمبرز، الاعداد التخيليه، ونتوسع فيها ان شاء الله. يبقى انا عايزك تعرف كده ان الار ما يخشش فيها ايماجينري نمبرز. طب مين يخش في الايماجينري نمبرز؟ المجموعه رقم 12 دي اللي هي الكومبلكس نمبرز او الاعداد المركبه. ان شاء الله دراستنا السنه دي يا رجاله هناخد جزء ريال مع جزء ايماجينري، وهقول لك الايماجينري ده جه منين، هعرفك كل حاجه.
بس يبقى انا بدرس الجزء بتاع الايماجينري مع الجزء الريال في الكومبلكس نمبرز السي. كده يبقى انا عرفتك عن مجموعه الاعداد النمبرز. تعالى بقى نخش على الجمع والطرح. وهنا ملحوظه مهمه، لما اجي اقول لك جمع وطرح ما تقوليش آلة حاسبه، لما اجي اقول لك ضرب وقسمه ما تقوليش آلة حاسبه، احنا منهجنا ما فيهوش آلة حاسبه كتير يعني. ففي حاجات بتتجمع وتطرح، اقول لك نيجاتيف اكس بلس 3 اكس، فاهم؟ يبقى انا ما بدخلش الحاجات دي على الكالكوليتر، انا بحلها باستخدام ايه؟ باستخدام القوانين دي. طيب معروف ان بوزيتيف زائد بوزيتيف ايكوال بوزيتيف، 2 و4 يدي 6، اكس و2 اكس يبقى 3 اكس. طيب نيجاتيف ونيجاتيف يدي نيجاتيف، انا بطرح، خسران 3 وخسران 6، نيجاتيف 3 ماينس 6 يبقى نيجاتيف 9. 3 ماينس 5، بص لو في عندي اختلاف في الاشارات بنزل اشاره الكبير اللي هو هنا ال5 اشارته نيجاتيف، وبعمل سبتراكت 5 ماينس 3 تدي 2. طب نيجاتيف 3 بلس 6 في اختلاف في الاشارات اهي، الكبير 6 الاشاره بتاعته موجب يبقى هنا الناتج بالموجب، ممكن ما اكتبهاش، واعمل سبتراكت 6 ناقص 3 تدي 3. فهي القاعده بنزل البيجست ساين اشاره الكبير وبعمل سبتراكت او بطرح. طيب اللي بعده المالتيبليكيشن، كلنا عارفين ان موجب في موجب يدي موجب، ونيجاتيف في نيجاتيف يدي بوزيتيف والحاجات الجميله دي. طيب تعالى بقى، جيت قلت لك 2 تايمز 4 تدي ايه؟ ايكوالز 8. انا مش بكلمك في نمبرز، انا بكلمك في اسلوب تحل بيه اي مساله. ممكن اقول لك اهو اكس في 3 واي يدي ايه؟ اكس في 3 واي، بوزيتيف في بوزيتيف يبقى 3 وانزل اكس في الواي، ده اللي انا عايزك تتعلمه من هنا، ماشي؟ طيب اللي بعده نيجاتيف في نيجاتيف يدي بوزيتيف، و3 تايمز 6 تبقى 18. طيب بوزيتيف في نيجاتيف بنيجاتيف، و3 تايمز 5 ب 15، نيجاتيف في بوزيتيف بنيجاتيف، و3 تايمز 6 بايه؟ ب 18. دي حته كده هعدي لك انا عليها بسرعه، اغلبكم عارفها. اديتيف اند مالتيبليكيتيف انفرس، دي حته جميله قوي. في عندي حاجه اسمها اديتيف انفرس ومالتيبليكاتيف انفرس. الاديتيف انفرس هو النمبر اللي لما اضيفه للعدد بتاعي يدي زيرو. يعني مثلا هنا مثلا الفور الاديتيف انفرس بتاعها نيجاتيف 4، بعكس اشارتها، لما بضيف الفور والنيجاتيف 4 اجمعهم مع بعض يدي صفر. طب المالتيبليكاتيف انفرس هو النمبر اللي لما اضربه في النمبر بتاعي يدي واحد، فالفور اضربها في مين يدي واحد؟ اضربها في واحد على الفور او 1 اوفر 4. طيب ال5 اوفر 3 مين الاديتيف انفرس بتاعه؟ نيجاتيف 5 اوفر 3، بعكس الاشاره. طب مين المالتيبليكاتيف؟ لا اقلب بقى، يبقى 3 اوفر 5. ده القصه اللي ليها علاقه بالمالتيبليكاتيف والاديتيف انفرس يا رجاله. طيب بعد كده ايه؟ الاديشن اند سبتراكشن اوف راشونال نمبرز. في ناس عندي ما بتعرفش لسه تجمع كسرين او تطرح كسرين، ركز معايا. نبدا باسهل حاجه، لو كان الدينومينيتورز متوحده، هنا 4 وهنا 4، ببساطه بتوحد الدينومينيتور وتعمل ادنج او سبتراكشن للايه؟ للنوميريتورز. يعني هنا بنزل الاربعه واجمع 3 و9 يبقوا 12، يبقى 12 اوفر 4 تدي 3. طيب معلش افرض ما كانوش متوحدين، بس تعالى الاول نحل دي. 7 اوفر 5 بلس 6 اوفر 5، وحد ال5 تحت، 7 بلس 6 يبقى 13، يبقى الناتج 13 اوفر 5. طب يلا حل انا بقى معاك مساله ثانيه اهو. بص هقول لك ايه؟ هقول لك x اوفر 2y بلس 3x اوفر 2y ايكوال ايه؟ عايزين نعمل دي لحظه واحده. مش مهندس مصطفى قال لي 2y و2y ده الدينومينيتورز متوحدين، ده انا هنزل دينومينيتور واحد واعمل ادنج للنوميريتورز x و3x يبقى 4x. طيب مش 4 اوفر 2 ممكن اختصرها؟ 4 اوفر 2 تدي 2، وانزل x على y زي ما هي، ادي 2x على y زي ما هي، ما غيرتش منها حاجه، يبقى شكرا انا كده خلصتها. طيب لو افرض هم ما كانوش متوحدين، كانوا حاجه زي كده، اللي تحت بنضرب. بص كده اهو، انا عايز اعملها لك على مهل اهي، 5 اوفر 7 ماينس 3 اوفر 2، الكلام ده يدي ايه؟ نمسح بس دي كده اهو، بعمل الدينومينيتور كبير اهو، 7 تايمز 2 نضرب الاثنين دول في بعض، هنضربهم في بعض يبقى 7 تايمز 2 تدي 14، واللي فوق ببدا دايما هنا من على الشمال اعمل مقص ده في ده من غير الاشاره، 5 تايمز 2 تبقى 10، انزل الاشاره، مقص يمين مقص شمال ناقص مقص يمين، 7 في 3 21. طب اطرح بقى، ده 10 ونيجاتيف 21، لسه قايل لك من شويه الاشاره بتاعت الكبير هو النيجاتيف، واطرح 21 ناقص 10 يدي 11 اوفر 14. شكرا جدا، الناتج اهو. طب يلا 1 اوفر 8 ماينس 4 اوفر 11 هنعمل ايه؟ 8 تايمز 11 تدي لك 88، مقص يمين او مقص شمال، 1 في 11 ب 11،
نزل الاشاره مقص يمين، 4 في 8 32. طب اطرح، هيدي لك نيجاتيف 22 اوفر 88. طيب في اختصار تاني ممكن اختصره، شوف لو في عندي ممكن اقسم فوق وتحت على الاثنين، يبقى نيجاتيف 11 على ال 44. بس غير كده مفيش حاجه تانية هنا اقدر اعملها. طيب نيجي بعد كده يا باشمهندسين للمالتيبليكيشن اند ديفيجن اوف راشونال نمبرز، ضرب وقسمه الراشونال نمبرز، الاعداد النسبيه. والموضوع هنا ان شاء الله موضوع بسيط جدا. في الضرب او في القسمه بعمل ايه؟ بضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت، النيوميريتور في النيوميريتور والدينومينيتور في الدينومينيتور. يعني هنا 2 اوفر 3 تايمز 6 اوفر 5، 2 تايمز 6 12، 3 اوفر 5 15. طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اختصر 12 مع ال 15 اوفر 4، 12 اوفر 4 تدي 3، او اوفر 3 بقى، 12 اوفر 3 تدي 4، و15 اوفر 3 تدي 5، يبقى الناتج 4 اوفر 5. طب في حاله ان انا بعمل ديفيجن، الديفيجن يتحول مالتيبلاينج، الديفيجن يتحول مالتيبلاينج، بس اعمل ايه؟ اعكس الفراكشن الثاني. كنا زمان بنقولها كده، في نقلب العاله فيه ونشقلب اللي بعديه. يعني اقلب العاله ديت الديفيجن اقلبه مالتيبلاينج وشقلب الفراكشن. يعني 7 اوفر 5 اوفر 2 اوفر 3، ادي 7 اوفر 5 اهي زي ما هي تنزل، الفراكشن الاول بينزل، الديفيجن يتقلب مالتيبلاينج واقلب الفراكشن الثاني، يبقى ده 3 اوفر 2. يبقى 7 تايمز 3 equals 21 اوفر 2 تايمز 5 equals 10. شكرا جدا، هسيبها زي ما هي كده، يبقى ناتج 21 اوفر 10. اللي بعده دي حلوه دي. لو عايز اجمع عدد صحيح مع عدد فراكشن، عايز اطرح عدد صحيح مع فراكشن، او لو جيت قلت لك 5 minus 3 over 4 او 6 plus 5 over 2، اعملها ازاي؟ بص يا سيدي، ببساطه شديده انت بتعمل ايه؟ اول حاجه، مش ال6 ديت الدينيمتر بتاعها 1، يعني ال6 دي مقامها 1، فانت ممكن تتعامل عادي زي المساله اللي انا قلت لك من شويه، تضرب ده في ده عادي جدا، وده في ده زائد ده في ده. الفكره بتاعت الايه؟ الادنج الفراكشنز. لكن هنا في عندي طريقه سهله، انا بنزل ال2 كده كده، يعني بنزل الدينومينيتور اللي موجود عندي في الفراكشن. طب وفوق بكتب ايه؟ اضرب 6 اوفر 2 واجمع 5، اضرب 6 اوفر 2 واجمع ايه، او 6 تايمز 2 واجمع 5. هنا هضرب 5 تايمز 4 واطرح 3 لان الاشاره ماينس. يعني هنا مثلا اجي اقول لك اهو 7 بلس 1 اوفر 3 بخطوه واحده، بص خطوه واحده بس، مش هعمل اكتر من خطوه واحده. ال3 هنزلها تحت اهي، نزلتها. 7 تايمز 3 21، اجمع 1 كمان يبقى 22، يبقى تتكتب فوق 22. بس كده خلصت. طب ال4 ماينس 6 اوفر 7، هنزل ال7 واكتب ايه فوق؟ 4 تايمز 7، 4 تايمز 7 يديني 28 ماينس 6 يبقى يدي لك 22، يبقى الناتج 22 اوفر ايه 7. طيب فيجي واحد يرد يقول هو انا ليه بتعلم حاجه زي كده؟ برضه انا ممكن اجيبها بالاله. انا فهمتك خلاص بقى ليه ممكن تحلها لوحدك من غير آلة حاسبه، لان منهجنا هيبقى الموضوع فيه بالرموز مش بالارقام. طيب في حاله برضه ان انا جاي اعمل ديفيجن، فنفس القصه اللي انا قلت لك عليها، الديفيجن بيتحول لمالتيبلاينج، فال7 تنزل، الديفيجن يبقى مالتيبلاي، 2 اوفر 3 بتتقلب يبقى 3 اوفر ايه؟ اوفر 2. في حاله ان انا بضرب، الضرب سهل جدا يا باشمهندسين، الضرب سهل جدا. ال7 دي كأن الدينامتر بتاعها 1، كأنه 1، فبضرب 7 تايمز 3 تديني 21 او 21 اوفر ايه؟ ال2، يبقى الناتج يدي لك 21 اوفر 2. طيب نفس القصه هنا، ادي 2 اوفر 3 اوفر 2. والحته دي عايز اقول لك على حاجه هنا، لان في ناس بتتلخبط فيها، هقولها لك برضو. ادي 2 اوفر 3، اول حاجه اوفر 2 دي سهله جدا اهي، ادي 2 اوفر 3 واوفر تتحول، او الديفيجن يتحول لمالتيبلاي، ال2 كانها الدينامتر بتاعها 1، فانا بشقلب يبقى 1 اوفر 2. ممكن اضرب هنا 2 تايمز 1 اوفر 3 تايمز 2، او اطير ال2 مع ال2 يديني 1 اوفر 3. خلصت، ما فيهاش مشاكل. خد بالك من حاجه، لما اجي اقسم فراكشن على نمبر، ففي ناس بتحب تقول ايه على طول كده، اضرب الدينومينيتور ده في الدينومينيتور ده. يعني انا بقسم 2 اوفر 3 اول اوفر 2، فانا بعمل ايه؟ هنا يبقى الناتج بيساوي ال2 اللي فوق دي بتنزل زي ما هي، واللي تحت دول يتضربوا في بعض. يعني بص كده، هنا هتبقى 2 في 3 اهي، فال2 تتكنسل مع ال2 يتبقى لي هنا 1 اوفر 3. خلصت. ناس بتحب تعمل كده، يعني بدل ما اشتغل كده
هي دي على فكره، هي دي يا شباب بالملي، الاثنين زي بعض بالملي. طيب في فرق ما بين كده، خلاص خلصتها خلاص. وفي فرق تاني بقى لو قلت لك ايه، بص اعمل لي بقى 2 over 3 over 2. طب ايه ده؟ يعني اعمل ايه؟ يعني دي كانها كده 2 على 3 على 2. كان في قاعده زمان بنقولها، مقام المقام يطلع في البسط، او الدينيمينيتور اللي تحت الدينيمينيتور بيطلع يتضرب فوق في النوميريتور. يعني ال2 ديت تطلع فوق هنا تتضرب. فيبقى الناتج ده عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز 2 يعني 4 اوفر 3. وعايزك تفرق جدا، هو انا بقسم فراكشن على نمبر ولا بقسم نمبر على نمبر على نمبر؟ في 3 في 3 حاجات، نمبر على نمبر على نمبر، يبقى اللي تحت خالص يطلع يتضرب فوق. لكن لو بتقسم فراكشن على نمبر فالدينيمينيتورز بتتضرب في بعض. فرق بينهم عشان الحتت ديت مهمه في المسائل بتاعتنا. انا بقول لك اهو، يعني تدريب بسيط ليك كده. احسب لي اول مره 5 على 3 الكل على 6، واحسب لي 5 على 3 على 6. شوف دي هتطلع بكام وشوف دي هتطلع بكام. البراكت ده غير لي المساله خالص. ماشي، اللي بعده adding and subtraction الالجبريك تيرمز. وهنا بدانا بقى في الشغل اللي فيه جد. عايزك تفرق ما بين حاجه اسمها فراكشن او حاجه اسمها فاكتور وترم. بص يا باشمهندس، الترم والترم يفرق بينهم بلس او ماينس. يعني انا لو عندي 5 ماينس 3 بلس 7، ال5 ده ترم وال3 ده ترم والايه وال7 ده ترم. لكن لو جيت قلت لك انا عندي 10 اكس، ال10 ده اسمه فاكتور، يعني معامل كده، والاكس ده برضو اسمه فاكتور. ال10 ده بيسموه كوفيشنت، معامل. طيب ال10 اكس دوت على بعضه كده، على بعضه ده ترم، حد، ده حد وحيد. فتعالى نمسح كده. لو جيت قلت لسيادتك انا عندي 3 اكس بلس 2 اكس، ال3 ده فاكتور الاكس ده فاكتور، دول كده اسمهم ترم. ليه؟ عشان في بلس مع الترم تاني اهو. ف2 اكس ده على بعض ترم، لكن ال2 ده فاكتور والاكس ده فاكتور. ماشي ماشي، فهمناها دي. لما بنيجي نجمع ونطرح لازم يكونوا الترمز ايكوال. يعني ايكوال في ايه؟ شبه بعض في نفس الفاريبل، في نفس الاشاره، او في نفس المتغير، او في نفس الرمز. يعني ايه؟ يعني جيت قلت لك 3 اكس بلس 2 اكس، ما ينفعش اجمع 3 اكس بلس 2 اكس سكوير، لا. لما بجمع الحاجات المتشابهه اللي ليها نفس الفاريبل بنفس الباور بتاعه. فبجمع 3 بلس 2 5 وانزل الاكس، دي حته بسيطه. طب 4 اكس ماينس 6 اكس، الاكس تنزل، و4 ماينس 6 بعمل سبتراكشن يبقى ماينس 2 او نيجاتيف 2 اكس. طيب تعالى هنا 3 زد بلس 2 زد تبقى 5 زد، دي سهله اهي. طب 3 واي ماينس 4 واي، الواي تنزل، و3 ماينس 4 تبقى نيجاتيف 1 في الواي. طب معلش، ممكن اجمع اكس سكوير ماينس اكس او اكس سكوير بلس 4 اكس؟ لا. لما بنيجي نجمع بنجمع متشابه بس. طيب تعالى نشتغل على دي. ده ترم، ده ترم. ده بص كده، في ماينس قبل البراكت ده، اخلص منه. فيبقى هنا اكس سكوير اهي، ماينس 2 اكس اهي، ماينس 3 ادي ماينس 3، ماينس في ماينس ببوزيتيف يبقى بوزيتيف 4 اكس، ماينس في ماينس ببوزيتيف يبقى بوزيتيف اكس سكوير. يلا يا هندسه جمع، ايه المتشابه يتجمع. انا عارف ان انت جامد في الحاجات دي، والله عارف. اكس سكوير واكس سكوير يبقى الكلام ده يديني 2 اكس سكوير ماينس 2 اكس بلس 4 اكس، الاكس تنزل، وماينس 2 بلس 4 خسران 2 كسبان 4، او بنزل اشاره الكبير، و4 ماينس 2 ايكوال 2. يبقى ايكوال بلس 2 اكس وماينس ايه او نيجاتيف ايه 3. شكرا، خلاص خلصت مسألتي. دي كده السمبلست فورم او ابسط صوره للترمز اللي عندي دي. طيب نيجي بعد كده على ضرب المالتيبلاينج للالجبريك تيرمز، ضرب الايه؟ الحدود الجبريه. جيت قلت لك انا هضرب اكس في اكس في حاله المالتيبلاينج، بعمل ادنج للباور يا هندسه. اكس دي باور 1، اكس دي باور 1، اكس في اكس تبقى اكس سكوير. بس بالله عليك بقى، جيت قلت لك اكس زائد اكس ما تقوليش اكس سكوير، والله العظيم تعبت. اكس زائد اكس ب 2 اكس، اكس تايمز اكس باكس سكوير، خلاص يعني هي اهي اكس تايمز اكس باكس سكوير. ماشي. اكس كيوب في اكس باور 5 ادي الاكس تنزل، 3 بلس 5 8. طب في حاله الديفيجن اعمل سبتراكشن للباورز، الاول ناقص الثاني، سهله اهي. اكس باور 8 اوفر اكس باور 6 يبقى اكس باور 2، 8 ماينس 6 2.
طب اكس باور 3 اوفر اكس باور 5، ادي اكس باور 3 ماينس 5 نيجاتيف 2. في ناس بقى بتحب تشغل دماغها فتقول ايه؟ طب انا هقول اكس باور 5 اوفر اكس باور 3 باكس باور 2، صح يا باشمهندس؟ طبعا غلط. هتعملها ازاي؟ انت عايز تخلي دايما الكبير فوق والصغير تحت، ليه؟ اللي فوق ناقص اللي تحت، الاول ناقص الثاني، 3 ناقص 5 سالب 2، مش مهم سالب موجب مش مهم. وخد معلومه كمان من اخوك، اكس باور نيجاتيف 2 هندسه يعني 1 اوفر اكس باور 2. الباور نيجاتيف ممكن ينزل تحت في الدينيمينيتور، فكرك اهو بالحته دي. طيب اللي بعده واخر معلومه في حصتنا الاساسيه النهارده، كانت حصه بسيطه انا عارف ما فيهاش شغل كتير، اتقل بس كده والشغل جاي ان شاء الله. طيب 3 تايمز 2x ماينس 4، يا رب تكون كده يعني استفدت بحاجه ايه كانت تايهه عنك يعني. 3 تايمز 2x ماينس 4 في حاله ان انا بضرب، عايز اقول لك على حاجه، لو بضرب نمبر في براكت او بضرب حاجه في براكت بتتوزع على البراكت كله. يعني هنا 3 تايمز 2x ماينس 4، 3 في 2x تبقى 6x اهي، ماينس ادي ماينس ينزل، 3 تايمز 4 3 تايمز 4 يبقى 12 بس، شكرا سيبها كده. طب اكس بلس 3 في اكس بلس 2، هقول لك على حاجه، هم دول كام ترم؟ دول ترمين اهو، اكس بلس 3 يبقى ترمين، واكس بلس 2 دول كام ترم؟ ترمين برضه، ترمين يتضربوا في ترمين يطلع لي 4 ترمات. تعال اثبت لك، بص اكس هتتضرب في الاكس وهتتضرب في ال2، اكس في اكس يبقى اكس سكوير، اكس في بلس 2 يبقى بلس 2 اكس. انا ماشي على مهل اهو. طيب ال3 هتتضرب برضه في الاكس بلس 2، 3 تايمز اكس يبقى 3 اكس، طب 3 تايمز 2 يبقى 6 اهو. طب انا لما بفك طلعوا 4 ترمات، في عندي حاجه اسمها اختصار سمبليفاي، لو في عندي ترمات متشابهه ليهم نفس الفاريبل يتجمعوا، يبقى الاكس سكوير تنزل زي ما هي في الاول، و2x و3x تبقى 5x، وفي الاخير بلس 6. كده انا جمعت الترمات واختصرت الحته دي. طيب ازاي بقى يا باشمهندس نقدر نفك براكت باور 2؟ نعملها ازاي؟ بالمناسبه تعال اقول لك على حاجه، باينوميال ثيرم هو درس براكتس، درس بفك براكتس بس مش باور 2 بقى، باور 6 و7 و8. خد بالك الباور 20 30 بنزود بقى في الباورز خالص، بنلعب بقى بنقعد نحط اس زي ما احنا عايزين، اس 100 لو عايز. طب انا الاس 2 الغلبان اللي انا بعرف اشتغل عليه الباور 2 ده، كنا بنيجي نقول كده الفيرست باور 2، الفيرست سكوير، بص كده، السكند سكوير في الاخر بالبوزيتيف، دايما بالبوزيتيف، اشاره الميدل توايس الفيرست في السكند. يعني هنا الاكس باور 2 اهي، الاول باور 2 اكس باور 2، ال3 باور 2 اهي، اللي في الميدل توايس الفيرست في السكند يبقى توايس الاكس في ال3. يبقى هنا هفك دي هتبقى عباره عن اكس سكوير بلس 2 تايمز 3 يبقى 6، يبقى 6 اكس بلس 3 سكوير تبقى ايه؟ تبقى 9. ماشي. خد بالك من حاجه، معلومه على الماشي اهو، القوس اللي اس 2 اتفك ل 3 ترمز صح؟ 3 ترمات، يبقى القوس اللي اس 2 بيتفك لكام؟ 3 ترمات. طب القوس اللي اس 3 هقوله لك دلوقتي برضه بيتفك ازاي، هقول لك عليه. طب تعالى هنا 2x ماينس 5 سكوير افكها ازاي؟ يلا الاول سكوير 2 سكوير يبقى 4، واكس سكوير تنزل اكس سكوير. الميدل الاشاره بتاعته ماينس يبقى نيجاتيف اهي، 2 تايمز 2x تايمز 5، 2 تايمز 2x تايمز 5، 2 تايمز 2 تايمز 5 يبقى 20، وانزل الاكس يبقى 20x، وال5 سكوير تبقى ب 25 يبقى بلس 25. شكرا يا هندسه، خلصت. القوس اللي اس 2 يتفك 3 ترمات. طب تعالى بقى معلومه ليك انت كده، لو جيت قلت لك فك لي ده x بلس 2 باور 3، دي اخر معلومه في الفيديو اهو. يلا تراي تو سولف، حاول تحلها، ولو حلتها ابعت لي على التليجرام قول لي حلتها ازاي، هتوصل لها بأني طريقه. انا عايزك تفك براكت باور 3، خد بالك ما عنديش طريقه لسه لحد دلوقتي دي، جرب وشوف هتوصل ازاي. ولو قدرت تفك وتشوف الفكه بتاعته قدامك، فتقدر تقول لي كده لو كان البراكت اس 4 هيتفك لي كام ترم، مش عايز اعرف هيتفك ازاي، انا عايز اعرف هيتفك كام ترم. جرب كده وشوف هتوصل لايه. بالمناسبه القوس ده هيتفك الاربع ترمات، 4 حدود، والقوس اللي اس 4 في قاعده ماشيين بيها بيتفك دايما لعدد الترمات بتاعته ازيد من الباور بواحد، فاللي باور 2 بيتفك 3، اللي باور 9 بيتفك 10، وهكذا.
كده يا باشمهندس يبقى احنا وصلنا النهارده لختام حصتنا. الحمد لله كانت حصه بسيطه وخفيفه. ما تراكمهاش، ما تروحش تقفل الفيديو وترميها، ده احنا اول حصه لسه بنسمي الله. فماشي، فاتقل كده وذاكرها وشد حيلك، وان شاء الله كده الحصه اللي جايه برضو هيبقى حصص كويسه كده ان شاء الله يا باشمهندس. اشوفك على خير الحصه اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.